انا مش عايزك تزعل. ايوه انا اقول لك كلمه هو قالها لي. امم قال لي انا مش عايزك تزعل لان انت ما مشيتش كوره، انت اتخذت كبش فدا. اتخذت كبش فدا دي انت مش فاهم بقى. انا مش فاهم حاجه. اه انا الفتره الاخيره كان في مشكله ما بيني ومش هقول جمهور نادي الزمالك، ما بين فئه معينه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اي حد موجود في الدنيا دي كلها عنده الحريه المطلقه ان هو يفضل ينتقد فيا على المستوى الفني. ايوه تجيب سيره ابويا او امي مش هتقبلها خالص. اكيد اي حد كده. انا زعلان، انا زعلان. فالناس قالت لك ازاي روح يعمل مشاكل. انا ما ينفعش حد يشتمني بابويا او امي وهسكت. دي طبيعتي. طب وبعدين بلغت بقى ان انت ماشي وكده؟ فقال لي اتخذت كبش فدا اه لان الناس عارفه مشاكلك مع الجمهور، لان الفتره دي كنا احنا ماشيين وحش وما كانش فيه صفقات والدنيا أيوة. كانت هايجه على المجلس. ايوه فنمشي اي حد عنده مشكله مع الجمهور بحيث ان الدنيا زي القطط والمصحف زي القطط.